السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. طبعا كلنا عارفين إن السنة دي الامتحانات اتلغت وتم استبدالها بالأبحاث، وده كان لظروف استثنائية. ولكن الغريب في الأمر إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طلع النهاردة وقرر إن الامتحانات بعد كده أو طريقة التقييم بعد كده هتكون عن طريق الأبحاث. بس مش الأبحاث هتكون جزء من طريقة تقييم الطلاب. وده بيقول أو بيزعم دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن ده هيشجع الطلاب على التعاون، وهيشجع الطلاب على البحث العلمي وتقوية مهارة البحث العلمي والبحث والتقصي عن المعلومات وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. طبعا الكلام ده هيتطبق على كل السنين الدراسية. هيكون البحث العلمي أو البحث اللي اتعد السنة دي كده اللي اتسلم على منصة إدمودو طريقة للتقييم أو جزء من طريقة تقييم كبيرة الوزارة هتعتمدها وهتطور فيها أكبر وأكبر. يعني هيكون في أبحاث وهيكون في حاجات تانية جنب الأبحاث دي الطلاب هتكون مكلفة إنها تعملها عشان تجتاز السنة الدراسية وتخش السنة الدراسية اللي بعدها. هيتم تطبيق ده في كل السنين الدراسية على حد قول دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لكن طبعا ما عدا الصف الثالث الثانوي عشان دي ليها قوانين وليها دستور. يبقى طريقة الأبحاث أو طريقة الأبحاث اللي تم دراستها السنة دي أو تم عملها السنة دي لظروف استثنائية هيتم اعتمادها بشكل رسمي والاعتماد عليها بشكل رسمي عن طريق منصة إدمودو اللي اتقدمت لنا السنة دي من وزارة التربية والتعليم. ده كان الخبر وده كان القرار من دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. هنشوف الأيام الجاية هتشلنا ايه وهتخبلنا ايه. هنشوف الأيام الجاية دكتور طارق شوقي مخبلنا ايه تاني في التعليم أو هيطلع لنا قرارات ايه جديدة تاني في التعليم. وهنزلها لكم اول باول في القناه. عشان كده لو انت عايز تتابع اول باول يا ريت تدوس سبسكرايب او اشتراك وتفعل زر الجرس عشان تضمن ان كل شيء يوصلك اول باول في نوتيفيكيشن او في اشعار عشان تبقى في الصوره دايما. كمان الصفحات بتاعتنا على فيسبوك تحت والجروب بتاعنا على فيسبوك تحت بينزل عليه كل جديد وحصري، والموقع بتاعنا تحت برضو عليه كل المناهج والملخصات والملازم. يا ريت تزوروهم. نشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله باخبار جديده، واي استفسار او سؤال سيبوه لنا في الكومنتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.